بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. كالعادة نسبة حضور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان معانا رز تسمين زي ما انتوا شايفين. نسبة ديوك 80-90% ما شاء الله، والبرابر قليلة شويتين زي ما انتوا شايفين. حاجة فوق الممتازة، وحتة لحمة جميلة مليانة بروتين. رز التسمين زايد شوية عن الساسو التسمين، والاتنين بسعر واحد. فالرز التسمين ب44 والساسو التسمين ب44، ده بالنسبة للتنفيذات. اما عن الابيض التسمين فان شاء الله هيكون في خير من بكرة بإذن الله، لأن الفرخة الكبيرة قلت شويتين والمطلوب بدأ يتحسن، والفرخة الصغيرة مطلوبة شويتين. وإن شاء الله خلال أيام بسيطة القوة الشرائية تتحسن في السوق، وبإذن الله يوصل سعر البيع إلى سعر الإنتاج، وما يكونش في خسائر بالنسبة للمربيين. لبير التسمين كان شغال النهاردة من 33.5 إلى 33، والفرخة الصغيرة مميزة شويتين، وإن شاء الله يزيد خلال الأيام اللي جاية ويوصل ل38 أقل سعر لتكلفة لبير التسمين. ساسو التسمين شغال 44، والرز التسمين شغال 44 زي ما انتوا شايفين، وعرض الرز زايد شويتين، أما الساسو التسمين قليل زي ما قلنا قبل كده. بالنسبة للبلد الحر فالبلد الحر شغال 51 و52. الأمهات أمهات الدواجن في الوقت الحالي أسعارها 32، وكانت قربت من سعر الأبيض التسمين، وخساير بالنسبة للمنتجين الأمهات، وخساير في أسعار الكتاكيت، لأن الكتكوت سعره في الوقت الحالي 3 جنيه، وتكلفة الكتكوت تتخطى 7-8 جنيه. وربنا يعوض عن الناس والمربيين والمستهلكين والمنتجين أجمعين خلال الأيام الجاية إن شاء الله. كتكوت الرزي زي ما انتوا عارفين شغال 3.5-4 جنيه، البلد الحر من 2.5 ل3 جنيه. هبوط في أسعار البيض ليصل سعر البيض الأبيض إلى 64، البيض الأحمر 66، البيض البلدي 70 جنيه. طبعا زيادة في أسعار الأعلاف خلال الأيام الجاية نتيجة لزيادة أسعار الدولار. ربنا ييسر الأمور والمنتجات تزيد وتوصل على الأقل لتكلفتها، عشان خسائر المنتجين والمربيين زادت عن الأول شويتين. وربنا يعوض على الجميع. بنحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.